النائب رجع ضاف تسجيلات التليفون، لهيك استدعيتك. رح نضيف المعلومات على الملف. طالما كنتي انت والسيد زينيل بنفس السيارة، ليش اتصلتي فيه وقت عطل الموتور؟ ما كنت منتبهة، يمكن الاتصال بالغلط. بس حكيتوا أكتر من دقيقتين. أنا ما بتذكر شو حكينا. على فكرة المرة الماضية قلتي لي ما شفتيه ومشان هيك اتصلتي فيه. لا، قالت يمكن كون عملت هيك. هلأ ممكن نعرف شو ادعائك ولوين بده يوصل هالموضوع؟ برأيي كانت لحالها وقت تعطلت فيها السيارة، واتصلت بزينيل وقالت له يجي. يعني هالشي شو بيغير؟ لا تنسى إنه هالإنسان تعرضت لهجوم مفاجئ. أكيد بغير كتير شغلات. يعني شو ادعائك ضدها؟ شو هدفك بالضبط؟ هدفي اشتغل شغلي بضمير وحط راسي بالليل على المخدة ونام مرتاح. والله هالحكي مكرر كتير، كأنه عم تحكيه من مسلسل. ممكن، بس ادعائي مو مكرر ومفاجئ. يعني فيك تقولي صادم شوي، أو ما بعرف شو ممكن تقولوا. انت فيك تسميه مثل ما بدك. خير، شو هالادعاء؟ ما وقفت سيارة نازان خانم بالطريق، كانت عم بتسوق، وقت عرفت انها بمكان مقطوع اتصلت بزينيل، وبعدين السيد زينيل اجا. انت شو قصدك ببعدين؟ يعني نازان هي اللي قوست الشخص اللي هاجمه؟ معلش، أنا بدي غير إفادتي لو سمحتوا. تفضلي كملي. أنا كنت لحالي، عطلت السيارة، اتصلت بزينل، إجا زينل وطبعاً حاول يشغل السيارة ما اشتغلت. زينل بعد عني شوي ليدور على مصلح، ووقتها إجا الشخص اللي هاجمني، والاتصال اللي عم تحكي عنه كان لحتى قل له يرجع بسرعة لعندي، والباقي بتعرفوه حضرتكم. وليش قلتي انكم سوا؟ لأني بالأول كنت تحت تأثير الصدمة، وبعدها ما حبيت غير الإفادة مشان ما يصير أي تعقيد. بس أنت لقطة دغري، أنا بهنيك. عندك شي سؤال تاني؟ ايه، ليش السيد زينيل تركك لحالك؟ ليش راح لحاله يدور على مصلح؟ ليش ما أخذك معه؟ هذا كل شي عندي حضرة المحقق. أهلا وسهلا يا معلم. على أساس حكيتي لي كل شي بالتفصيل. شو فرقت يعني؟ ما تغير شي. نازان، انتي قلتي لي انك حكيتي كل شي صار معك، ما تواخذيني هيك، ما فيني ساعدك أنا. بدك تتركيني؟ تعرفي منيح أنا مو محاميتك وبس، أنا رفيقتك بنفس الوقت، وبدي ضل هيك شو ما عملتي. بدك تعرفي الحقيقة؟ طبعاً. كنت لحالي. يومها كنت رايحة حاكي زينل، كنت بدي أقول له إنه هالعلاقة اللي بيننا مو ظابطة، وحبيت أقول له هالشي وش لوش. صار عطل بالسيارة وضليت واقفة بنص الطريق، وقلت لازم اتصل بحدا واطلب المساعدة. وقتها قربت سيارة لعندي، أنا فكرته بده يساعدني. قرب لعندي وكان رح يهاجمني، قمت سحبت سلاحي وقوصته. شو عم تقولي؟ ما قدرت أفكر بشي. رجعت اتصلت بزينل، وهو رجع وإجا لعندي وقال بيحمل القضية، وحكينا كل شي مثل ما حكاه هو، لأني أنا مو قدرانة أحكي أبداً هيك بتخطيطه. أنا كنت رايحة لعند زينل منشان ننهي علاقتنا. الخلاصة هلأ أنا مدينة للشخص اللي كنت بدي أتركه. قوصته. هاي الحقيقة. أنا آسفة،
والله أنا آسفة كتير. لا، منيح إنه صار معي هيك. أنا ما حكيت هالشي لأي حدا ولا فكرت أحكي حتى. كنت حاملة هالسر لحالي. هلأ رح نحمله نحن الاثنين. صباح الخير بنتي. صباح النور بابا. وينه شاهين؟ معقولة بعده ما فاق لهلا؟ طلعوا من بكير. كارتال أخذوا وطلعوا، ما أكلوا ولا لقمة معنا. طيب لوين راحوا؟ ما قال لي، بس قال بدهم يروحوا ياكلوا برك كمان. يعني ما فهمتي منهم ليش طالعين؟ كمان شاهين ما قال شي قبل ما يطلع؟ لا كمان ما قال شي، يمكن عندهم شي شغلة ضرورية. شو في ما قالوا لك؟ لا معلش، بس يمكن انشغل بالي زيادة. كمان أنا راح روح على الشغل. يلا بابا باي. ليك حطيت الشاي فطار بالأول. بفطر بالقهوة بنتي، لا تاكلي هم. طيب كلك لقمتين خلاص بابا. بنتي قلت لك بفطر كيف بالقهوة. راح؟ بابا مع مين عم بحكي؟ ليش بيعملوا هيك فيني؟ أبي عم يتصل. لا ترد. قلت لي ما رد. لا ترد عليه شاهين. رد على هالتليفون بقى يا شاهين، لك رد. طيب لكان ما رح رد. حطه بجيبتك. ليك نحن شو حكينا؟ بتتذكر شو حكينا مو هيك؟ تذكر، انتبه، اليوم رح نحل كل شي. تذكر هالشي. تمام؟ تمام يا أسد؟ ليك أخوك جنبك، إياك تخاف. معلم، ناطرينكم تحت. جاي يا أسد، تفضل. لك بشو عم يخبص هذا المجنون كارتال؟ بشو عم يخبص الغبي كارتال؟ ليك تونجاي، احترامي لطريقتك ما له حدود، بس هالموضوع بالذات والله العظيم ما بيصير هيك. جينك جيب مي، المتهم عطشان كتير. تحقيق مع شخص بين ايدينا فن من نوع تاني يا تونجاي. اشرب. قلي نحن شو هدفنا بالضبط؟ هدفنا المتهم يوصف لنا المشتبه ويتعرف عليه بالأخير. وشو لازم نعمل كرمال هيك؟ لازم نخلي ذهنه صافي مثل مية النهر، ووعيه حاضر معنا تماما، ولازم يكون مرتاح وواثق فينا وبعيد كتير عن جو الترهيب. يا أما حيصير مشاكل ورح نطول، وبنهاية القصة يا أما على النور يا أما لتحت التراب. اللي صرت أحسن؟ منيح، كتير حلو. هلا بدي إياك ما تغلط بالمرة.
شاهين تعا. يلا طلع. هذا هو الشاب اللي ضرب أوكتاي؟ طلع فيه منيح. فهمان يلا روح. يلا ولا روح من هون. شو صار لك؟ قوم من على الأرض. لا تموت. لا لا لا, لا. لا مو هذا. عم تقول مو هو؟ يلا خدوه. متأكد؟ متأكد. لكن على شو كل هالصفنات والتفكير؟ والله العظيم أنا توترت كتير وحسيت نشف دمي. سيد تونجاي بكفي اليوم. يكتا أنت اطلع من هون وأنا لاحقك. تونجاي بك، خلينا نبلش نهتم بهالشاب أكتر، نهتم فيه منيح مشان ناخد نتيجة. تمام، خدوا هالكلب لمكانه وحطوا له قنينتين مي كمان. قدرية. نعم معلمتي. خير، كأنك بقياني هون اليوم. طبعا معلمتي، لوين بدي روح؟ ايه ما بعرف، صايرة انت والرئيس فوزي بتحبوا البيت التاني ومتعلقين فيه، ولهيك قلت بتكوني رحتي لهنيك. شو هالحكي هذا معلمتي؟ هذا بيتي، ليش لحتى أحب هداك البيت وأتعلق فيه؟ تونجاي طلب مني روح لهنيك، الرئيس وصاي قال لي، مشان هيك يعني مو أكتر. عن جد. حتى لو هو قال لك تروحي من هون ورايح تعطيني خبر قبل ما تتحركي من البيت، تمام؟ تمام معلمتي. ايه يلا احكي لي، كيفو الولد؟ منيح ما شاء الله، منيح منيح نشكر الله. والبنت؟ وهي كمان منيحة. ايه دخيلك يا معلمتي، هالجيل ما مثلي ومثلك، بيكونوا مدللين زيادة. تعرفي كتير بيخافوا على حالهم، عطول متسطحة على التخت. لا واجت امها لعندها كمان،
كتير معنطزة وكأنه البيت بيتها. يعني الرئيس فوزي صار عنده حماية. ومو أي حماية، والله ما عجبتني أبداً. لو تشوفيها كيف بتحكي من برات منافسها، وقال عاملة شعرها أشقر ولابسة كأنها صبية بنت 14. شايفة حالها كتير. هذا مانو غريب. إذا بدك تراهق وتفتح بيت لبنت بعمر بنتك، شي طبيعي تسكن مع حماية من عمرك. مزبوط، معك حق معلمتي. ايه طيب، ما سألوكي عني أو عن البيت بشكل عام وحاولوا يزلقوكي؟ شي مرة سألتك؟ لا معلمتي، معقول أنا أحكي لهم شي؟ حتى لو هن سألوا عنك ما بحكي. هلأ البنت قالت لي، قال بعد ما أنتي ساعدتيها لتوصل على المستشفى وقت الولادة تأثرت كتير بتصرفك وحست إنك طيبة كتير، وسألتني إنه يا ترى ظابطة هي تجي تعزيكي، وخاصة إنه جايتها على البيت. وأنا قلت لها معقول يا بنت تفكري بهيك شي؟ أصحك. خليها تجي، وحتى خلي إمها تجي معها كمان. فيك تقولي لها مرة تانية وقت تروحي، قولي لها المعلمة توركان بتقلك تجي على البيت لهون. ايه طبعا. شاهين، رح تطلع فوراً؟ خليك ضيف عنا اليوم، نتغدى أنا وياك سوا. بلكي غير مرة إن شاء الله. شكراً كتير لك. طيب. ولك؟ هذا السيد فوزي جاي لهون اليوم، بده ينهي هاي الشغلة. أي شغلة؟ قصدي الضيف الموجود تحت معلمي مين غيره، كانوا عم يحكوا وسمعتهم. يلا شاهين بسرعة مشان ترجع على البيت بلا ما خليه يستنى. يلا شاهين. انت حسابك عندي. الحمد لله على السلامة شاهين. سيدات بيوصلك. سيدات خليه يوصلك وين ما طيب أخي، والولد شو رح يصير فيه؟ آزاد قال إنه فوزي رح يجي مشان ينهي كل شيء. يلا شاهين، هداك الولد ليش كان واقف هنيك؟ مشان يقتل أوكتاي مو هيك؟ بس هو ما قتل وأنا قتلته. لا طيب، يعني هذا مو ملاك بجناحين. أنا رح ساعده، تمام؟ طيب خبرني كيف بدك تساعده، أنا كمان لازم أعرف كيف. رح ساعده، قلت لك رح ساعده يعني رح ساعده. ايه لا تاكلها انت، بس روح على البيت هلا. فيك ترتاح شوي او روح لوين ما بدك، او فيك تروح على الشغل. طيب أخي تمام، بس أنت وعدتني تحل القصة، خبرني كيف بدك تحلها. ايه وعدتك ومو نسيان، رح ضل عند وعدي شاهين، وانا عندي خطة منيحة شاهين. اهدى لا تخاف يا ابني. طيب كارتال، بس أنا الغلطان والولد ما عمل شيء، عن جد حرام يصير معه شيء بسبب شغلة أنا عملتها. والله ما عم نام الليل من كتر التفكير، لو صار له شيء أنا بنهار بموت من القلق. والله ما رح يصير شيء للولد، عم اقول لك ما رح يصير له شيء شاهين. هاي جواز سفر مكتوب الجمهورية التركية، ليك هاي الصورة. مين هاد؟ يونس تشينجل، تمام؟ هذا جواز السفر جاهز. طيب بس الولد لساته تحته فوزي جاي على الطريق، كيف رح تقدر يكون على تطلعه؟ الطريق؟ مين هذا فوزي ولا؟ اهدى. لشو الشرطة هلا؟ مرحبا يعطيك العافية، بدي أقدم بلاغ. طبعا بعرف إنه جرم، لا بس أنا بلاغي أكيد مو كاذب. نادي 7، إيه بالنادي 7 طابق السفلي محتجزين يونس تشينجل اللي شاكين إنه قاتل أوكتاي. يونس تشينجل. إيه العنوان؟ إيه العنوان معروف. الله يعطيكم العافية. شكرا شكرا. تفضل. اللي في أوامر تانية هلأ عندك سيد شاهين؟ أوامرك، خدامك. يلا فيك تكمل حياتك الطبيعية هلأ. بدك تروح على شغلك أو شو ما بدك اعمل. الله يستر من الباقي. وحتى البنت اللي سحبت الصور من الكمبيوتر فرجته أكتر من صورة وشفتي.
كمان ما بين شي واضح. ها؟ نازان بنتي، أنا مصرة إنه لو كان الولد أضخم من هيك كنت بقول أكيد عم يكذب علينا، بس بهالجسم هاد مستحيل يقتل أخي، مستحيل. بس معقول كان في حدا تاني معه؟ معقول كان موجود هنيك ليحمي حدا؟ في أكيد في شي بالقصة وبكرة بتشوفي. ليكي بصراحة أنا مو كتير عاجبني هادي اللي اسمه كارتال. جد يعني مو حاسه شخص خرج الثقة بشغلنا. لا شو هالحكي؟ كارتال هو آخر شخص ممكن يشغل بالنا، هو ما بيريد يعلق معنا أبداً. وحتى أنا كنت عم أقول هيك. لنشوف شو رح يطلع منه. معلم تونجاي، اجت الشرطة وبدهم يداهموا المكان كمان. بالله من وين طلعت هالقصة هلا؟ رفيق كارتال من الشرطة اتصل وخبرنا، الظاهر عرفوا انه اخذنا يونس. تمام، روح أنت نظم رجال تحت ورتب الموضوع بسرعة، وإياكم تخلوا سلاح مرخص مع حدا من الرجال، كمان خلوا الشباب اللي عندهم سوابق يطلعوا من هون ويتخبوا. يلا طير. أنت اهتم بالولد اللي تحت. عندي. افتح الباب، بدي اخده. ليجي تونجاي بالاول. يا خال، عمل لك شرطة جاي لهون، إذا لقطوه مربط بهالمكان شو بدكم تقولوا له لفوزي بيك؟ مثل ما بدكم. ايه تمام، تعال خده. يلا افتح. أخي شو عم تعمل؟ عم بوفي بوعدي. طيب لوين رح تاخذني؟ بوفي بوعدي، خلاص بقى. تحرك تحرك تحرك. سكر. رد على التليفون يا شاهين، الله يهديك، رد وخلصني، رد يا ابني، رد على التليفون. لك يا كارتال، شو عم تعمل انت التاني؟ شو عم تعمل من ورا ظهري؟ شو عم تخبص؟ يا ربي دخيلك، يا ربي يا ربي. نعم عيوني من ضوء الشمس. مو مهم، إذا بيلقطونا هون بنتبهدل، لازم نسرع أكتر. الكود بسرعة الكود. لك يلا بقى، يلا خلصني، يلا بقى، روح. كيف رجلك؟ أحسن. منيح. أخي خليني أهرب. ها؟ طول بالك، لوين بدك تروح؟ رح أخذك لمكان آمن. لوين مثلا؟ رح أقول لك، بس استنى، من هون ما بتمرق التكاسي، نحن بالمكان اللي مات فيه الكلب. كارتال، وينه شاهين؟ أخي اتركني روح. اطلع بالسيارة. لك شو عم تعمل كمان؟ لشو عم تخطط؟ سألتك وين شاهين؟ شاهين بالمحل، لا تعيط، هلا بحكي لك كل شيء. لف على اليسار، روح من الطريق القديم. تكرم، أنا بأمرك يا باشا. مين هالرجال؟ الشنقل، شو بده يكون مين؟ شو لازم أعمل يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك على هالشغل. يلا بسرعة، الله يقدرني على الصبر، بس بدي أعرف شو عم تخبص من ورا ظهري. أخي خلصت وراح أبعت الرجال والأمانات معهم. بعتهم يلا. لك ابني، انتوا ليش بعدكم واقفين هون؟ لازم نخبي يونس. اجا أخذوا السيد كارتال، قال هو رح يخبيه. أخذوه؟ كيف؟ لك كيف أخذوه؟ لوين ولا؟ اجا وقال أنا بدي خبيه وبرجع بجيبه لهون. وليش تركتوني يروحوا لحالهم؟ ليش ما رحتوا معهم؟ لأن تفاجأنا والشرطة. لك خلاص، قال شرطة. لكن تفاهموا مع الرئيس. كل العناصر جاهزين. فاتح دقق الهويات. جمعهم كلهم، يلا يلا يلا، بسرعة بسرعة بسرعة. لا تخافي، بصير هيك شيء أحيانا، تعودنا، وإن شاء الله أنتوا رح تنفذوا منا. كيف بدهم ينفذوا منا سيد يكتا والولد بعده مربط تحت؟ العمى
إذا بيلاقوا الولد تبهدلنا. والله العظيم أنا نسيته. شو رح يصير هلأ؟ بسيطة، بيكون تون جاي دبرها وزبط كل شي تحت، لا تقلقوا عليه. بس استرخوا، اعملوا مثل ما بتعملوا بالعادة. كارتال أخذ يونس وطلع. أخذوا كارتال؟ وأخيراً لك هذا هو كارتال الأسد. والله العظيم يعني لولا كارتال كنا تبهدلنا كلياتنا. لوين ممكن يكون راح فيه؟ اطمن، أكيد بيكون لساته هون وأخده لمكان آمن. صدقوني يا جماعة أنا بعمري ما عرفت رجال موثوق مثل كارتال وبيعرف يتصرف. طيب منشوف، لكن إن شاء الله يكون عمل هيك. تفرقوا. ليكن وصلوا. شو عم تعمل بحياة أخوك يا كارتال؟ أنت شو عم تعمل؟ هذا هو يعني بفهم أنك بدك تواجهون؟ هو وشاهين بدك أخوك يوقف قدامه ليتعرف عليه؟ بلا يعني الله يسلمه الأخ قال لهم إنه الزلمة اللي عم يدوروا عليه مو شاهين، وشاهين هلأ بيكون صار بالقهوة وما في شي بيخوف، بس أنت اهدى وريح بالك ولا بقى تعيط. يعني ببساطة أنت تشاطرت وخاطرت بحياة أخوك وبمستقبله ومستقبلنا كلنا. كرمال الله لا تبلش، كرمال الله لا تبلش، هالحكي لا وقته ولا مكانه، خلص خبي نصايحك. خبي نصايحي؟ تمام، هيك لكن قلت لي ما بدك نصايح، بس شو كنت رح تعمل لو ما طلعت بوشك؟ لك شو خطتك؟ شو تكتيكك؟ ما عندك برنامج؟ كله خبط لزق خبط لزق؟ ايه برافو كارتال افندي، برافو عليك. لا انت هذا اللي بيلبق لك اساسا. مو خبط لزق، لكن شو عم تعمل؟ كنا مخططين لهالشي، نحن قعدنا وحطينا خطة. مين نحن؟ فهمني، مين نحن؟ أنا و200 خططنا. 200 ايه ايه. يونس اسمعني منيح شو بدي أقول. هلأ حتروح بسيارة مأمنة من شيلا لأردفين إذا بتعرفها، ومن هنيك رح تروح متخبي جوات شاحنة بتوصل لجورجيا، فهمت؟ ومن هنيك لعاصمة إنغوشيا. عرفت وين بتكون إنغوشيا ولا مو سامع فيها؟ ما عرفت. المهم من هنيك لنالتشيك، ورح تلاقي عندك أكل وشرب ل3 سنين وبعدها الله كريم. عم تفهم؟ فهمت عليك، فهمت. يعني رح تبعد وتشتاق للوطن شوي، بس هنيك بتضل عايش ولا بعدها بيحل الحلال. خليك عايل هنيك، يعني خليك رجال، لا تعمل شغلات غلط. عم تفهم؟ الله يكون بعونك. ميسرة. فهمت أخي، فهمت. امشي يلا، لك امشي بقى قدامي، يلا امشي امشي امشي. طلع قدامك، لك طلع قدامك ولا؟ أهلين سيدي. ما بعرف ليش الموضوع بيتطلب تداهموا المحل بهالطريقة، بس فينا نساعدكم بشي سيدي؟ احنا اجانا بلاغ عن المحل. أكيد بخصوص هديك الحادثة. للأسف بنت صغيرة ماتت، وفعلا يا سيدي كلنا زعلنا، بس يعني صرتوا متأكدين تماما إنه نحن هون ما لنا أي علاقة بهالحادثة البشعة. مو هذا البلاغ. البلاغ اليوم كان عن شاب محتجزينه حضرتكم على أساس شاكين فيه إنه هو اللي قتل وقتال، والبلاغ عم يقول إنكم خطفتوه للشاب. حضرتك فتشت المكان كله وشفت بعينك. سيد يكتا، حضرتكم صرتوا شركاء مع فوزي كايا؟ شو يعني شركاء؟ صحيح، بس لسه الموضوع جديد. طبعا هالمجال جديد، بعدنا ما عملنا له دعاية، خبرة جديدة بعد مجال الإنشاءات. يعني نحن بمرحلة التقييم للشراكة. المهم طول ما أنتم ملتزمين بالقواعد والقوانين بتمنى لكم شغل موفق، لا تواخذونا. يلا شباب اطلعوا. الرئيس فوزي على الطريق وشوي رح يصل. يكتا قبل ما يجي بابا بدي كارتال ويونس يكونوا هون. تكرمي يا خانم. مشان ما نتزاعل. تكرمي. جانسيت بالله اتصلي فيه خليه يجي، خلينا نعرف وينه. كل شي صار بهالمحل عم يوقع فوق راسي. لك شو هالعلقة هي؟ يا ربي دخيلة.
لقدام، قدم ولف على اليمين. ايه على راسي يا كارتال باشا. استنى شوي. طرد صار جاهز، تقدر تجي تاخده. أنا رح أشرح لك كل شي، لا تخاف. أخي أنا هلأ بدي روح عن جد؟ طبعا يا ابني، نص ساعة ومنكون خالصين. أنت خلصت من الموت، روح الله يوفقك. خلص اهدى. لكن الله يطول بعمرك. يعني طلعت عن جد عند كلمتك، قلت لي خليك واثق فيني. أنت ضليت عند كلمتك وأنا عند كلمتي. وهو هيك قال هذا الواطي عند كلمته. أنت إنسان رائع، أنت خلصتني منهم. خلاص روح. شو ما قلت لك قليل عليك، قد ما تشكرتك بضل مقصر بحقك. شو عم تعمل؟ نزل المسدس. لك أنا شو قلت لك؟ بتتذكر؟ مو؟ اتفقنا انه نخلص من هاي القصة وننساها على الأخير، وإنه هذا الواطي لازم يموت، مو هيك؟ وغير هذا الكلام ما رح نعرف ننام بالليل أبدا. بس أنا دبرت كل شيء، حاطط خطة وحكيت لك. متين رح يجي شخصيا ياخده ليوصله لبر الأمان. شبك؟ أنا بقول لك خلي هذا سر عائلي، وبقول لك انتبه لأنه ما بدي السر يطلع لبرا. وانت بتروح بتثق بمتين وبتخبره وبتدخل لي متين بالموضوع، لأنه الأبوة اللي شفتها منه أكتر من اللي شفتها منك ب1000 مرة. لا تنسى هالشي ولا تغلط. كارتال ابني، عن جد انت طلعت غبي كتير، عن جد. لك افهم، نحن اب وابنه، يعني ممكن يتخانقوا، بيتناقروا، بيعيطوا على بعضهم، بس انا ما كنت متوقع ابدا انك غبي لهالدرجة هي. نزل السلاح. أنا عملت لك كل شيء قلته، ما هيك؟ اهدى. أنا ما غلط بحقك أبدا. اهدى. أنت ما غلطت بشي. اهدى. ليك الولد حكى ووفى بوعده، يعني هو أنقذ شاهين وأنا وعدته ساعده كمان. ليك عم قل لك أنا وعدته. اللي وعده. لك ابني بشو وعدته؟ ممكن تفهمني؟ ما بتعرف انه الاغبياء اللي مثلك بينقون تنقاية للشغل؟ لك والله العظيم بينقون تنقاية. ليك قل له ينزل المسدس من وشنا لأنه أنا وراي. لك شو عملت فيه؟ شو عملت فيني؟ ليش؟ أنا وثقت فيك أخي. أنت اللي وعدتني. أنت وعدتني. انت بتشوه كل شيء، بتشوه كل شيء بتلمسه. ليش؟ ليش هيك؟ ليش قوصته؟ ليش؟
شوف، الأبوة اللي صرعتني وانت عم تقول انك ما شفتها مني بالمرة، هلأ عم فرجيك اياها صح. الأبوة بتقول اني اترك قدر ابني بإيد واحد واطي ما بعرفه مثل هالكلب اللي قدامك. ولك أنا أنقذت شاهين وكنت حاطط خطة مشان أنقذ هالصبي. لك والله مو ضروري الكل يموت وقتل. عم تقول رح تنقذه؟ كيف كنت رح تنقذه؟ فهمني كيف؟ ليش انت كنت بتعرفه من قبل او بعمرك شفته ولا بعمرك جربته لهالواطي؟ طيب فهمني شو عرفك انه هذا العديم الشرف ما راح يخونك ويبيعك بقشرة بصلة؟ شو اللي بيأكد لك انه ما راح يرجع ويبتزنا وانه ما راح يقول كل شي لفوزي؟ لك ابني، حط عقلك براسك مشان تعرف تعيش، حط عقلك براسك بقى. لك أنا بس بدي أفهم شو عم يصير بعقلك وليش ما عم تتعلم من تجاربك. ما أكلت أكبر ضربة بحياتك من الرجال اللي كنت تثق فيه، يلي كنت تقول له أخي أنت ليش متأثر هيك؟ ليش؟ فهمني ليش أخوك شاهين علق هديك العلقة بهديك الليلة السوداء؟ لك ليش ابني يعلق مع هداك الواطي يلي ما بيعرفه أساسا مو بسبب هداك الحقير؟ لك مو شينول هو سبب المشكلة كلها؟ بس طلع فيني. لك افهم علي، افهم بقى، طلع. أنا اللي أنقذت شاهين وحميته من الموت، خلص من القصة بعد ما مات هالواطي، وإلا رقبته معلقة بين إيديه. هيك بتضمن النجاة مو بالموعد يا فهيم. لكن قلت لي أنا بشوه كل شي بلمسه بإيدي، مو هيك يا معلمي؟ أنت شايف إنه أنا بشوه كل شي بلمسه بإيدي؟ اسمع على هالحكي الفاضي، أنا شخص واضح ولا؟ واضح وأنت خليك واضح كمان. أنا منشان هيك سميتك كارتال، منشان تاخذ نصيبك من هذا الاسم. عم تفهم؟ أنا فهمان الحياة وهالدنيا مزبوط. لك أنا عاركت الدنيا والبشر لشاب شعر راسي. أنا صرت أفهمون كتير منيح، ولو ما كنت أنا حدا قد حالي كانوا كلهم دعسوني. مفهوم؟ من هون ورايح فتح عيونك 10 على 10، ولازم تدير بالك منيح من متين يلي عطيته سر العيلة. انتبه منشان ما يعطيك درس مرتب مثل ما عمل فيك شينول يلي بقيت واثق فيه لسنين. هالقصة هون بدها تندفن. هلأ انت فكر شو راح تقول لفوزي لما بيجي بيسألك عنه. وإذا ممكن حاول انك تزبطها لتخلي الحكي مقنع كتير. يلا أنا رايح. بردان يما احميني وبردان يما، ومين يجي يدفيني من يجي يما. يعني تغيرت الخطة؟ يلا اعطيني هالتابلت بقى. تكرم عينك. اعطيني. تفضل. يا أوكتاي،
يا أخي الغالي. ما رد. لو كان فاضي كان رد فورا يا ريس فوزي. شفت قديش دقيت له؟ معناها بعت له رسالة، ماشي؟ إذا ما بيكون واقف قدامي هون مع هداك الكلب خلال نص ساعة بدي أحرق المحل. ريس فوزي لو سمحت خلينا نستنى. لو مو صاير معه شيء وأخره أكيد كان رد علينا. كارتال مستحيل يعمل هيك شيء. لك فهمني، انتوا على شو عم تلفوا وتدوروا هون؟ على شو عم تلفوا وتدوروا؟ استغفر الله يا ريس، عم نعمل شغل. خلاص. الو تمام، نحن رح نجي. كارتال هو ورا المحل. لا انتوا بتضلوا هون، خليكن هون. وينك لهلا كارتال؟ وينه الكلب؟ كيف وصلتوا لهون؟ لما اجت الشرطة طالعته من المحل بسرعة، ركبته بالسيارة. الحيوان على الطريق غفلني وهرب مني. ما قدرت امسكه لأنه كان في كتير ناس وكان في شرطة بلباس مدني كمان. بعرف كم واحد منهم. بعدين شفته حكى على التليفون. وشو اسمها هي خدمة التوصيل تبع الموتور، سرق موتور من الموتورات اللي بوسطوا أكل وضل هربان عليه. ضل رايح من طريق شيلة وعند الملاجئ ترك الموتور. أنا عرفت إنه بده يضيعني. نط عن الموتور باتجاه الغابة. كان بدي أجرحه لهيك قوصت، بس الهدف كان متحرك. يعني ما كان محظوظ كتير. لك لسه ما خليناه يحكي. هو الوحيد اللي بيعرف مين عمل هالشي. برأيك كيف بدنا نعرف هلأ؟ أنا فهمت عليه. القصة كلها كانت خدعة. إله يومين عم يكذب علينا وعم يستنى الفرصة المناسبة. حكى كل شي على التليفون. كان عم يقول أنا خايف يرجعوا يمسكوني ودخيلك بس قلي شو بدي أعمل. يا أما بتوثقوا فيني يا أما تفضل أميل فيني اللي حضرتك بتشوفه مناسب. تونجاي. ريس شلحوه كل ثيابه لهالواطي وروحوا زتوه بشي حاوية بالحارة. أهم شي تحطوا المصاري اللي أخذهم من معلمه بتمه وخلوا كل الناس يشوفوه الآخرة. تحت أمرك يا ريس. كارتال انت جريت دم كرمالنا. من هلأ ورايح صرت واحد منا. على راسي يا أغا.
انت كمان صرت جندي بهالحرب. وقت تتغير الظروف اللي بتحكمك ويتغيروا الناس اللي حواليك، بالوقت اللي بيتم امتحانك بأسوأ المفاجآت، بتضل عم تحاول توفي بوعدك، ووقتها بالضبط الحياة بترميك بعاصفة هايجة، وهالعاصفة ما بتخلي شي من الوعد اللي وعدته عالق ببالك. ووقتها نصرك الوحيد هو إنك تبقى صامد وتخلي راسك فوق المي.